انت شايفه صحف القاهرة كلها اهتمت والصحف العربية بهذه المباراة الأفريقية للنادي الأهلي. خلينا استعرض لك سريعا ازاي الصحف المصرية بصت على فوز الأهلي على المولودية وكيف اعتبرته. الأهرام قالت متعب ينعش آمال الأهلي الأفريقية بثنائية في المولودية. واضح يعني على حد تعبيرك السريع انه في تفاؤل. تمام. في الشروق الأهلي يجدد أمله الأفريقي بالفوز على المولودية بهدفي متعب. هي مباراة كانت حاسمة، إذا لم يفوز فيها الأهلي كان الوضع هيبقى سيء جدا. طيب المواقع العالمية BBC قالت الأهلي المصري يفوز على مولودية الجزائر بهدفين للا شيء في دوري أبطال أفريقيا. عنوان مباشر. والCNN قالت الأهلي يفوز على مولودية الجزائر ببطولة أفريقيا، نفس المباشرة. الاتحاد الأفريقي موقعه قال ثنائية متعب تحيي آمال الأهلي في التأهل. وموقع الفيفا نفسه قال الأهلي ينعش آماله بثنائية في شباك مولودية الجزائر. صحف الجزائر وده مهم جدا عشان نقدر نقيس ردة الفعل الجزائرية طبعا. على هذه المباراة. جريدة الهداف الجزائرية قالت العميد يسقط في ملعب القاهرة بثنائية متعب ويتزيل ترتيب مجموعته الثانية. جريدة الخبر الجزائرية قالت ثالث إخفاق لمولودية الجزائر في رابطة أبطال أفريقيا. متعب يتعب العميد ويبقيه في المركز الأخير. هم حتى من قبل المباراة وعندهم تخوفات من عماد متعب. جريدة المساء الجزائرية قالت النادي الأهلي 2 مولودية الجزائر 0. خبرة زملاء أبو تريكة تصنع الفارق. تقدير أبو تريكة دائما موجود وهو في رأس الخبر عند الجزائر وعند والله معظم الدول العربية بتقدره كتير. جريدة الشروق الجزائرية قالت مولودية الجزائر تنهزم في القاهرة. دي الشروق. المواقع المصرية والعربية في موقع في الجول انتفاضة الوداد أمام الترجي تصب في مصلحة الأهلي. وده هناقشها معاك. غريب جدا يعني. هناقشها معاك. لأنه قدامنا جدول ترتيب الأندية، يا ريت مخرجنا شريف جبران ينزله للجمهور لأنه ده اللي عامل دلوقتي كل الحسابات بين الناس. ترتيب المجموعة الحالية يا باشمهندس بعد الجولة الثالثة أصبح الوداد البيضاوي في المقدمة عنده 5 نقاط، الترجي التونسي في المركز الثاني عنده 5 نقاط، الأهلي عنده 4 نقاط، ومولودية الجزائر عنده نقطة. اختلفت التفسيرات لقيمة فوز الفريق أو تعادل بالأمس. الترجي خارج ملعبه كان متقدم 2-0 الشوط الأول، الوداد المغربي تدارك الموقف وتعادل في الشوط الثاني وانتهت المباراة 2-2، فتساوى الفريقان في ال5 نقاط. البعض اعتبر ان الاهلي استفاد باعتبار الاهلي الفريق الوحيد في هذه الجولة اللي ما خسرش نقاط. كسب 3 نقاط ومن ثم خسر المولودية 3، لكن كمان المنافسين المباشرين كل واحد خسر نقطتين. فالاهلي الفريق الوحيد اللي حظي ب3 نقاط. لكن الناس شافت او تقديرات اخرى كان رأيها انه لو كان الوداد خسر المباراة الترجي صحيح هيبتعد في الصدارة، لكن كان هيبقى على حساب الوداد. بين هذا وذاك تقديرك ايه؟ تقديري دعني اتحدث عن الوداد. والوداد هو مفاجأة هذه المجموعة. طبعا احنا ما احتكناش بالكرة المغربية بقالنا مدة. تمام. وما شفنا لهاش نتائج على مستوى القارة بالشكل اللي يلفت النظر او يدعو الى ان احنا باستمرار واحنا بنحط الحسابات، وكنا نرى الخطر او المنافسة في الترجي التونسي. ولكن ضربة البداية مع الوداد وضحت ان الفريق الذي يستطيع ان يعود من الخلف مرتين في القاهرة هو نفس الفريق الذي استطاع ان يعود من الخلف وهو متخلف في ملعبه 2-0 من الترجي في الشوط الاول وباقي معظم الشوط الثاني وبعدين يحقق التعادل. هجومه هو اقوى هجوم في المجموعة، جايب 9 أهداف صحيح في 3 مباريات. ودي حاجة لافتة للنظر، يعني 3 في القاهرة وجايب 6 أهداف. جايب 4 في 4 في المولودية. 4 في المولودية و2 في الترجي. 6 أهداف في على ملعب. فريق هجومي. هجومي، لكن أيضا دفاعه في 5 أهداف. لكن هو فريق يتعمل حسابه، مش زي ما الناس كانت متصورة انك تستطيع انك تاخده رايح جاي. لا، مباراته وهتكون اعتقد هي الأخيرة. لا، الترجي هو اخر مباراه. الترجي في القاهره اخر مباراه. الجوله يعني قبل الاخيره الاهلي في المغرب. يعني الاهلي هيسافر مرتين بالظبط بره الملعب. هنا نحط اهميه شديده جدا على نتيجه الاهلي مع المولوديه في المباراه القادمه.
لان الترجي هيستقبل او هيستضيف الوداد في ملعبه. اي نتيجه في هذه المباراه قد هتفيد، يعني التعادل طبعا هتبقى حاجه كويسه قوي، بشرط ان الاهلي يفوز. مش ممكن يتغلبوا الاثنين؟ اذا اتغلبوا الاثنين من الاهلي طبعا خلاص الاهلي هيبقى لصالح اسك. انما انا اللي عايز اقوله يا فرقه منهم هتقصي الاخرى، بس بشرط الاهلي يفوز. يعني اذا كل ده حسابيا، اذا الاهلي تعادل او لا قدر الله خسر، الموضوع هيبقى صعب جدا، لانه محتاج يفوز في الجولتين الاخيرتين. فانت محتاج موقعة المولودية دي تاخدها بمنتهى الاهتمام، ويصادفك فيها التوفيق. والتوفيق هنا اقصد بيه توفيق اللعيبه، توفيق طبعا المدرب واللاعبين والتحكيم وظروف المباراه، ان ما يحصلش اي حاجه تخرج الناس عن اطار الود الجميل اللي كان موجود بيننا وبين اشقائنا هنا في القاهره، واللي نتوقعه باذن الله في الجزائر رغم محاولات البعض في تسميم البئر بيننا وبينهم. الترجي هيظل الترجي صاحب الخبرة العميقة العريضة، وهو أيضا متصدر، ولكن هو أقوى دفاع في المجموعة، دفاعه الأقوى. هجومه لا بأس به، جاب 4 وعليه 3، الأهلي جاب 5 وعليه 4، ولكن دفاعه هو الأفضل وخبرات بفرق هدف عن الأهلي بالنسبة لدفاعه. ما هو أنت في الماتشات دي هيبقى إيه؟ والأهلي هجوميا فارق عنه هدف برضه. هدف هي أنا مش شايف، يعني أنا شايف إن طبعا لو كنا تعادلنا في الترجي كان هتبقى انما مش هنقعد نتمنى يعني. اللي حصل. ظروف الاهلي دلوقتي افضل. بيغيب عننا 2 مهمين جدا في لقاء العوده مع المولوديه، كابتن احمد فتحي وكابتن حسام غالي، 2 محوريين. حسام غالي هيغيب مباراتين، يعني هيغيب عن مباراه الوداد كمان، لانه هو دي للمره الثانيه ياخد الانذار الثاني فلائحه البطوله في نفس البطوله. لائحه البطوله لو تكرر حصوله على الانذار الثاني المره الثانيه العقوبه بتضاعف، فحسام غالي هيغيب مباراتين واحمد فتحي مباراه. طيب الوضع كده بيقول ان احنا ما ان يدخل نجم حتى يخرج 2. صحيح. فانت يعني جالك حتى بركات مش هيلحق يدخل الماتش الجاي. ما هو بركات بعيد. كويس. دومينيك عاد. كويس، ومعاه مجموعه من وشفنا جونيور، وقبل كده شفنا سيد حمدي، وهنشوف وليد سليمان باذن الله. فيعود نجوم ليبتعد اخرين، لكن بالحاله اللي شفت عليها كابتن محمد ابو تريكه، والحاله المستمره عليها جده، والحاله اللي بينبئ عنها جونيور في اللحظات القليله اللي لعبها في بيشي بشيء واعد. صحيح. مع دومينيك، مع يعني برضو مانو جوزيبي فاجئنا بيعمل حاجات لو ما نفعتش يتلقى لوم جامد جدا، لكن لو نفعت تقلب الشجاعه بقى، اللي هي موضوع رامي ربيعه وثقته في انه يعمل هذا التغيير وهذا التعديل في لاعب صاعد وجاي بدعوى الاصابه من كاس العالم ويلعب ويتالق الولد. انا بقول ده شجاعه من الاثنين، من المدرب واللاعب. لكن عايز اقول ان ظروف الاهلي باذن الله ما هياش تخوف، بالعكس الاهلي في تصاعد، نتمنى ان يصادفوا التوفيق. حتى المباراه دي لو كسبتها هتحط رجل تقيله قوي في الدور قبل النهائي. وده اللي خلى يمكن زي ما قلت لحضرتك عبد الحق منقلاتي المدير الفني للمولوديه شايف مباراه الاهلي او شايف مباراه الترجي والوداد ان هي خدمت الاهلي زي ما خدمت المولوديه. وقال منقلاتي في تصريح لوكاله الانباء الفرنسيه ان تعادل الترجي مع الوداد لا يخدم المولوديه فقط بل يخدم الاهلي ايضا، مضيفا انه يتعين على فريقه الفوز في مباراتيه بالجزائر على الاهلي والوداد، ثم العوده من تونس بتعادل. يعني حتى الفريق الجزائري بعد التعادل بتاع المغاربه بدا يعيد حساباته. وقال منقلاتي المدير الفني للمولوديه نضع امالنا على جماهيرنا في المباراه القادمه امام الاهلي، خاصه وان المولوديه فريق شاب عكس بقيه المنافسين الذين يمثلون الدعائم الرئيسيه لمنتخبات بلادهم، لذلك فنحن بحاجه الى دعم من مناصرينا لنتمكن من تجاوز عقبتي الاهلي والوداد. هنا رفع لاهميه المباراه في الجزائر، عشان كده الاستعدادات في الاهلي نثق انها سترتفع الى هذا المستوى. واضاف لن نتنازل عن التاهل لنصف النهائي وسنقاتل حتى النهايه، فنحن لا نمتلك اي خيارات في المباريات القادمه سوى الفوز.
ده مدرب المولوديه. طبعا. اليوم السابع النهارده نشر تقرير منذ قليل، المولوديه بيتعهد باستقبال رائع للاهلي في الجزائر. يعني حتى في انا على المستوى الرسمي مش قلقان من استقبال الاهلي. اتمنى ان يكون الاستقبال الاعلامي، وده مهم جدا، يخدم بقى الاستقبال الرسمي والشعبي. صحيح. لا، الرسمي مش قلقان منه، لانه هو على المستوى الرسمي الناس كمسؤولين شافوا انه يعني الاهلي لم يدخر وسعا لراحتهم والحفاوه بيهم، فانا متوقع استقبال رسمي، واصدق ان المولوديه كما وعد الاستاذ خالد مرتجي. وقال المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي اللي تم تكليفه برئاسه البعثه الى الجزائر انه تلقى اتصالا هاتفيا من مسؤولي مولوديه الجزائر اكدوا له خلاله عزمهم تقديم كافه سبل الدعم والمسانده لبعثه الاهلي في الجزائر، حيث يلتقي الفريقان يوم 28 اغسطس، والاهلي بعثته هتسافر ان شاء الله يوم 26. المهندس خالد مرتجي قال ان مكالمه مسؤول المولوديه ومنهم محمد بوقره مدير النادي الجزائري تؤكد عمق العلاقات بين البلدين. وتابع لموقع اليوم السابع مسؤول المولوديه اكدوا لي في اتصالاتهم انهم بصدد استقبال الاهلي بشكل رائع كما حدث مع بعثه المولوديه في القاهره. نتمنى ان تنتهي هذه المباراه بهذا الود المتوقع، لان زي ما قلت لك الشعبين من اروع شعوب المنطقه، والاثنين فيهم سمات عميقه ورجوله واصاله. صحيح. تستحق ان يكونوا في علاقه مميزه جدا. شأننا مع اخواننا بالذات في المغرب، في الشمال الافريقي. تمام. اعتقد ان احنا نتوقع استقبال جيد، نتوقع ان تمر المباراه بشكل فني جيد وسلوك جيد. طيب